أهداف الست شهور اللي جايين: 1. أفتح مشروع. 2. أنزل الجيم. 3. ألف العالم كله في ال6 شهور. تلف ايه يا اختي؟ ايه؟ عم ايه اللي في ايدك ده اصلا؟ الخطط بتاعتي. خطط؟ انت كل 6 شهور تمسكي لي البلانز تقولي لي خطط، نفس ما فشلتي المره اللي فاتت هتفشلي تاني. لو حاسس ان انت بتفشل كتير ولا يهم، انا جايبه لك اهم 5 افكار من كتاب كيف تفشل في كل شيء وتظل ناجح. 1. ما تحطش اهداف. بيقول الكاتب انك لو حطيت اهداف ممكن تحبط، مع ان انت ممكن تكون بتحقق حاجات تانية كتير حلوة بس انت مش شايفها عشان انت هدفك ما تحققش. طب اعمل ايه؟ اعمل نظام وامشي عليه. يعني دخل نفسك جوه نظام ناجح وثق في البروسيس زي ما بيقول. يعني مش لازم تحط هدف ان السنة الجاية هكون مترقي، لا، انت اعمل نظام يمشيك صح على خطط ترقية. اشتغل كويس، خد كورسات، طور نفسك، اعمل اللي عليك وسيبها على الله. ما انت ممكن ما تترقاش فعلا السنة الجاية، انما السنة اللي بعدها تلاقي نفسك في حتة تانية خالص علشان انت اجتهدت. فبدل ما تكون احبطت علشان ما حققتش هدفك وترقيت، لا، انت مشيت على نظام ونجحك لحد ما جه النصيب. 2. ما تبقاش شاطر في حاجه. ما تركزش على حاجه واحده بس وتبقى شاطر فيها قوي وتروح سايب حاجات تانية. محدش طلب منك تبقى ما حصلتش في الماركتينج وسايب بقيه الحاجات. مش فاهم في الاداره، مش فاهم في المحاسبه، مش فاهم في اي حاجه تانية خالص غير هي الحاجه بتاعتك بس. غير شغلك، اتعلم حاجات جديده، اتنقل، خد مهارات تانية، كل ده هيفيدك. 3. ما تاخدش كورسات كتير. ما هو برضو مش وانت عمال تزود مهارات صغيرة عمال تاخد حاجات ملهاش اي علاقة ببعض. يعني مش تروحي تاخدي كورس رسم وكورس كمبيوتر وتتعلمي طبخ وتعملي دبلومة HR وتروحي تصطادي سمك. هو كل ده مش لايق، مش مسابقة هي جمع واكسب. لا، انت يا ستي شاطرة في الرسم، اتعلمي ترسمي على الكمبيوتر، كمان اتعلمي ديجيتال ماركتينج عشان تعرفي تسوقي لشغلك، احضري ورش عشان تنمي علاقاتك في المجال ده. يعني ربطي مهارات كتير ليهم علاقة ببعض عشان تعملي بيهم حاجة في الآخر. 4. كسل شوية. الكاتب بيقول إن مفيش وقت أحسن من الراحة والكسل للإبداع والأفكار الحلوة، عشان كده بيقول لك خد وقت دايما للراحة. حاول تخصص وقت في يومك أو على الأقل مرة في الأسبوع وهتلاقي نفسك بتفكر كويس فتنجح. آخر حاجة بقى، ما تضغطش نفسك. انزل اتفسح مع ناس بتحبه، اتفرج على أفلام ملهمة، اقرأ كتب محفزة أو كتب عن ناس ناجحة، العبي رياضة، غني، رقص. وقت لنفسك، وقت لأهلك، وقت لصحابك، وقت لشغلك. ما هو ده برضو نجاح. ولا انتوا ايه رأيكم؟ أنا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.